السلام عليكم. اليوم راح اسوي لكم تمن سمك، بس تمن بنكهة جديدة كلش طيب. وهذا التمن دائما يحب سمك صغار. انا اختارت اليوم له سمك الشانك. طبعا هذا السمك نظفته حتى ذن الزعانف كلهن قصيتهن، اللذيل بعدها تبقى حسب رغبتكم، وشقيته شوية من النص حتى يصير مقرمش اكثر. شوفوا شلون نظفت الداخل مالته حتى تصير ريحته كلش طيبة. حتى هنا مكان الخياشيم هم انظفها، دائما غسلوها زايد تصير نظيفة طيبة. هاي هيجي. احتاج للسمك للتتبيلة عصير ليمونة او اي حامض عندك، واحتاج ملح وثوم تقريبا خاشوقة كوب، اقل من خاشوقة كوب، وفلفل اسود، هاي طبعا يبقى حسب الرغبة، وبهار سمك كلش طيب يصير بيه. طبعا الكمية اللي استخدمتها انا هنا كيلو سمك تقريبا. واحتاج التمن كوبين تمن غسلتهم ونقعتهم، هاي شوفوا. واحتاج وياها كركم خاشوقة اكل كبيرة، هاي ويا التمن. بالنسبة للحشوة احتاج راس بصل كبير مقطع، واحتاج كشمش مغسول ونظيف، واحتاج هنا معدنوس او كرفس، شنو ترغبوا له انتو كيفكم. انا بالنسبه لي هسه عندي معدنوس مجفف نص كوب تقريبا تخلين من المعدنوس، او اذا تحبون اكثر تخلون اكثر، كل من حسب رغبته. وتحتاجين للحشوه نوم بصره مطحونه، وخاشوقه شاي ثوم، وخاشوقه صغيره بهار سمك، وخاشوقه صغيره هيل. هسه ابدي بتخميرة السمك تتبيلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي اخلي الحامض، واخلي هاي المقادير كلها. طبعا احنا قلنا هاي المقادير هي حسب الرغبة. هسه ابدي اتبلها. هاي اخلطهم هيجي. خلطتهن راح اجيب السمكة اخليها، شوفوا راح تشرب من الحامض ومن الملح ومن البهار، وهاي الفتحات اللي مسويت لها تشرب اكثر. زين، اكمل تتبيلتها وارجع لكم. هذا السمك تبلته، وهسه راح اتركه هيك متبل حتى يتشرب اكثر بالبهار والحامض. واروح اسلق التمن، وبعد ما اسلق التمن اهدره واسوي الحشوه وارجع اقلي السمك. ارجع لكم. هاي صارت التركيبه. انا خليت لها ملح، طبعا ملح على كل كوب تخلين خاشوقه اكل. هسه رجعت بعد ما فورت المي بالقدر، وانا خليت له ملح على كل كوب تخلين خاشوقة اكل ملح. وهذا راح اخلي الكركم هسه هنا حتى يصير لون بالتمن. راح اخلي التمن. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل التمن كله بالقدرية. بنفس الوقت انا خليت البصل على النار حتى اسوي الحشوة. هذا اخوطه هيجي واقبقه. وهسه هذا هنا البصل خليته على النار على ما يفور التمن. راح اظل احمس بيه حتى اسوي الحشوه، استغل الوقت يعني. هاي بس يذبل البصل اذب الكشمش، كشمش والبهار. ما اذب البهار بالبداية الحمس، لان البهارات تموت ريحتها من تخليها بالبداية، لازم اخير شي. يعني حتى عندي معلومة بالنسبة للبهار، اذا ردتوا تحفظوه لا تخلوه برا، حاولوا تخلوه بحافظات وبالثلاجة بالفريز، ما عليه شي، يظل فترة كلش طويلة، سنة اكثر يبقى عندك ما عليه كل شي. اما اذا خليتيه برا تجين تلقيه رايحة الريحة مالته كلها،
صاير كنا نقول تراب. هاي هسه رجعت لكم بعد ما حمست البصل صار لونه اشقر كلش حلو. هذا من هيك يصير لونه يصير طعمه كلش طيب. راح اضيف له الكشمش بنفس الوقت اضيف له المعدنوس. هاي خلطتين 3 مو اكثر. بعد ما يحتاج خلط زايد مني على شوي النار. شوفوا بس هيك سمعين صوت الكشمش بدا يتحمس. لا تخليه تحمسي زايد، اذا حمستيه زايد تصير حباية الكشمش شلون يابسة ما تصير طيبة. ماشي بس تشوفين حباية الكشمش بدت تنتفخ توخري بعد عن النار، ضيفي له البهار وتوخريه عن النار. هاي هسه بدت تنتفخ عندي. راح اضيف له البهار. هاي كله ضفته اخوطه واطفي عنه النار. سلقت التمن وهسه خليته اهدره وخليت الحشو عليه. يحتاج تقريبا نص ساعة وقت. بين ما اهدره راح اقلي السمك. طبعا السمك انا خليت طاوة بيها دهن حميتها حيل زين. بسم الله. هذه قشور الليمون اخليها توخر الزفرة من البيت وتعطي طعم طيب هم السمك بنفس الوقت. اقلي وارجع. هسه بعد ما قليت السمك جهز عندي التمن راح ابدي اخليه بصحن التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ريحته كلش طيبه اتمنى تجربوه. فد تغيير يعني. الحشوة تنخلط هيك وياه. هاي هيجي صار جهز الصحن. ابدأ اخلي له السمك. هذا طبعا السمك من قليته خليته على وألف عافية من مطبخي فارس.